في ناس غريبة في السوشيال ميديا، نوعيات كثيرة في السوشيال ميديا، منها اللي ينتقل من فيديو تافه إلى فيديو أتفه منه، لكن في اللحظة اللي ما عجبه في فيديو معين ينتقل أو يصير ناقد عالمي، يدخل التعليقات يقول شو هالتفاهة ومين يتابع هالتفاهة هذه أو شو الفايدة من هالتفاهة، بعدين يقول الناس صارت كلها تافهة، وأنت قبل شوي من دقائق كنت تتابع قط لابس نظارات شمسية وتضحك عليه، فجأة صوت أفلاطون بالسوشيال ميديا، فالمشكلة مو هنا، المشكلة إنه صار هو المشرف العام للسوشيال ميديا. حتى لو مثلًا موضوع معيّن ما عجبه الناس يتناقشون يتكلمون مع بعض، على طول يقفل العالم كله، شو قاعدين يتكلمون فيه؟ يا تغيّر الموضوع، يا تغيّر اللي يقدم الموضوع، يا شيء مو عاجبه في الفيديو، فعندنا خبر لهذا الشخص، السوشيال ميديا مو معمولة على مزاجك أو شو يناسبك فقط، فإذا أنت مو عاجبك يا أخي لف الشاشة، سوي تخطي عن الفيديو، ارجع إلى حياتك اللي كنت فيها منتج قبل هذا الفيديو، لا بس لأ، لازم يعلّق، لازم يشحن طاقته السلبية ويوزّع على العالم. والأجمل من هذا إنه قاعد يدوّر على الفايدة ما شاء الله، هو قاعد يتابع فيديوهات مين أسرع في بطاطا والّا بيضة أسرع من بعض، يا أخينا العزيز لا تصير تنتقد تفلسف على هذا المحتوى وأنت أصلًا جزء منه، فباختصار مو كل شيء لازم تنتقده ومو كل شيء لازم يعجبك، وأهم شيء مو أنت مدير للسوشيال ميديا. Yo, so please subscribe, Saraka, whatever.